السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد، وصفة جديدة ان شاء الله. هحضر معاكم النهاردة الفول المدمس على طريقة اشهر المحلات. هقول لكم كمان ازاي يطلع معاكم اجمل من محلات الفول والطعمية واجمل كمان من المطاعم. هقول لكم كمان ازاي تحضروه في البيت ويطلع لونه فاتح وجميل كده، ولونه كمان ازاي ما يسودش منكم. اكيد كلنا وبدون استثناء بعد غلو الاسعار بالطريقة المبالغ فيها، اكيد كلنا لازم نقرر ان احنا نعمل كل حاجة في البيت ومش هنشتري اي حاجة من بره تاني. هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله الفول، واكيد طبعا مش هتشتروه من بره تاني بعد الطريقة دي. تعالوا بينا على طول بدون كلام كتير نبدأ في الوصفة ونشوف هنحضره مع بعض ازاي. بس حابة اطلب منكم قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة بتشوفيني اتمنى طبعا تكوني مشتركة معايا في القناة، هكون سعيدة جدا بوجودك معايا. واهم حاجة ما تنسيش تحط لايك للفيديو لو عجبك، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في المكونات وطريقة التحضير. اول حاجه يا بنات، انا هنا معايا كيلو من الفول. طبعا الفول ده بيكون فيه منه انواع، في حبايه كده بتلاقيها لونها فاتح، وفي حبايه هتلاقيها لونها غامق شويه. لما تيجي تشتري يفضل ان انت تشتري الحبايه اللي لونها فاتح شويه، بلاش تشتري الغامقه، لان اللون الفاتح ده هو اللي هيخلي الفول معاكي فاتح. اما الحبايه الغامقه فطبيعي هتطلع لون الفول بتاعنا بيكون غامق شويه، فلازم تشتري الحبايه اللي لونها فاتح. هبل الفول ده معايا وهنقعه لمده 12 ساعه في الميه. ما تستغربوش من الفتره الكبيره بتاعه نقع الفول، بالعكس هتخلي الفول بتاعنا يستوي اسرع، وكمان الحبايه هتكبر ولونها هيفتحها اكتر، وكمان هيكون كده مدينا نتيجه كويسه جدا. بعد ما نقعته لمده 12 ساعه ده بيكون بالشكل ده. لما تيجي تقشري الحبايه كده هتلاقيها تتقشر معاكي بكل سهوله، وكمان هتيجي تكسريها كده هتلاقيها طريه وهتتكسر برضو بسهوله. ده بيكون شكل الفول بعد ما نقعناه. الحبايه زادت شويه وكمان طرت زي ما احنا شايفين، وكمان اللون برضو فتح شويه. تمام كده يا بنات. هبدأ بعد كده اجيب حلة بقى كبيرة كده معايا، وكمان بدون فوالة او قدرة فول ولا اي حاجة، اكبر حلة عندك ابدأي استخدميها. ضفت كوباية كبيرة من الفول المدشوش، برضو الفول ده كان منقوع لمدة 12 ساعة. ضفت كمان نص كوباية من العدس الاصفر، ونص كوباية من العدس بجبة. الاضافات دي جميلة جدا مع الفول، جربي تضيفي الفول والعدس بجبة، هيطلع معاكي اجمل فول ممكن تدوقوه في حياتكم. هغطي بقى الفول ده كده بشويه من الميه لحد طبعا ما نغطيه كويس، وحطي مقدار كتير من الميه علشان طبعا الفول يستوي كويس ويكون كده فيه نسبه من السوائل. اول خلاص كده ما ببله في الميه بحط عليه الميه على طول، هبدا ان انا ارفعه على النار. في الاول هتكون النار عاليه معانا، واول ما الميه تبدا تغلي معانا هنبدا نهدي النار خالص على نار اقل من الوسط. ممكن كمان ناخد اكبر كوشه في عيون البوتاجاز وتحطيها على العين بتاعه البوتاجاز، زي الصخاره كده كانك بتعملي قهوه بالظبط. وابداي حطيها وحطي الحله فوقها وسيبيها تستوي براحتها خالص. عايزه اقول لكم ان الفول بالطريقه دي مش هياخد معاكي اكتر من ساعتين. الفول كل ما بيتنقع لفترة كبيرة بيستوي أسرع معانا. انسي بقى فترة التسوية الكبيرة وان انت تفضلي سايباه طول الليل على البوتاجاز وكده، لا بالعكس، هو ساعتين اتنين او ساعتين ونص بالكتير هيكون مستوي معانا. ده بعد مرور ساعة ونص عليه. هنختبره برضو مع بعض دلوقتي. شايفين الحباية ما شاء الله بدأت تتكسر معايا بسهولة. هو استوى، ولكن انا كنت عايزة اسويه اكتر من كده، فسبته كمان نص ساعة، يعني هو اخد معايا بالظبط ساعتين. تعالوا بقى نشوف الاضافة التانية او السر الجميل جدا اللي هيخلي بقى قوام الفول بتاعنا كده كريمي وجميل جدا. معايا كده شوية من المية الدافيين، هحط عليهم معلقتين كبار من الدقيق، وهبتدي ادوبهم كده كويس، وبعد كده هضيفه على الفول. لو انتم ملاحظين هتشوفوا الفول بتاعنا بدأ يفتح شوية معانا، والقوام بجد بتاع الفول بعد اضافة المعلقتين الدقيق دول هيخلي طبعا القوام جميل جدا. هنا الفول بعد ما سبته نص ساعة كمان اللون بتاعه زي ما احنا شايفين فتح شوية، والحباية كمان استوت اكتر. هنضيف ايه تاني دلوقتي؟ بعد شوية هنبدأ نضيف عليه معلقة صغيرة من الكركم، وهنضيف عليه كمان معلقة صغيرة من البابريكا. الكركم هنا هو اللي هيخلي الفول معانا لونه يكون اصفر زي المحلات بالظبط. ولو احنا لاحظنا دلوقتي الفول هيبدأ لونه يتغير. وطبعا الكركم مفيد جدا، ماهوش لون غذائي ولا اي حاجة خالص، بالعكس الكركم مفيد جدا وفيه له فوائد حلوة قوي. هسيبه بقى كده خلاص، ويعتبر كده خلاص استوى معايا. وده بيكون شكل الفول بتاعنا. شايفين بقى القوام بتاعه واللون والسائل اللي فيه بجد كريمي جدا. عايزه اقول لكم لو انتوا بتسووا الفول واحتاج ميه معاكم زودوا ميه سخنه، بلاش تزودوا ميه بارده. ابداوا زودوا شويه بشويه لحد ما الفول بتاعكم يستوي. ولكن هو هنا ما اخدش ميه مني غير الميه اللي انا ضفتها عليه. دلوقتي بقى قدامكم حل من الاتنين. لو انتوا عندكم هاند بلندر هتبداي كده تفرميه بالهاند بلندر وهو في الحله زي ما هو. ولو مش موجود ابداي كده اخلطيه في الخلاط، يعني علشان ينعم بس معانا شويه ويكون زي اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. انا هنا ضربته في الخلاط، ودي كانت الكميه اللي طلعت معايا كلها.
ما شاء الله اللهم بارك، كيلو الفول على شوية العدس الأصفر والعدس اللي بجبة، وكمان شوية الفول المدشوش. كتروا كمية الفول زي ما احنا شايفين كده، وهتشوفوا دلوقتي هو عمل معايا كمية فول قد ايه. دلوقتي بقى انا هبدأ اجيب اكياس تلاجة كده، وهبتدي احط فيه الاكياس علشان احتفظ بيه في الفريزر. وطبعا هتحطي على قد الكمية اللي انت عايزاها. طبعا دلوقتي انا دلوقتي الفول ده ما كلفنيش اي حاجه خالص. الكيلو الفول دلوقتي تقريبا ب 30 جنيه. واحتجت عليه ب5 جنيه عدس بجبه، وكمان 5 جنيه عدس اصفر. والفول المدشوش كان عندي منه في البيت، فما كلفنيش اي حاجه خالص. يعني لو جينا نشوف التكلفه اللي اتكلفت معايا ما زادتش عن 40 جنيه. بس في الاخر هتطلع لك كميه فول لو بتشتريها من بره هتشتريها باكتر من 70 جنيه. يبقى احنا كده وفرنا كتير. واحنا كمان دلوقتي كل سنه وحضراتكم طيبين، داخلين على رمضان. ممكن كمان تجيبوا تعملوا وتعينوه في الفريزر لرمضان كمان. اكتر البيوت دلوقتي واكتر الناس الفول هو وجبة اساسية او مكون رئيسي على الفطار او العشاء. وبعد غلو الاسعار والكمية قلت جدا، يعني شوية صغيرين خالص ب5 جنيه دلوقتي. في ناس طبعا بتعتمد على الفول والطعمية في الوجبات بتاعة الفطار والعشاء. فطبعا حرام جدا لو كل يوم الصبح وبالليل يشتروا الكمية القليلة. فاكيد طبعا لما نعمله في البيت هيطلع معانا كمية اكتر، وكمان هيطلع بنفس الجودة. انا هنا عبيت الاكياس زي ما احنا شايفين، طلعوا معايا تقريبا 12 كيس من الفول. وسبت كمان شويه كده في الطبق جنبي، هسيبهم كده في التلاجة لحد ما يخلصوا. وبعد كده هبدا اخرج من الفريزر على قد طبعا الفطار او العشاء زي ما احنا عايزين. شايفين بقى اللهم بارك، لون الفول تحفه جدا جدا. وشكله جميل وقوامه حلو قوي. بس كده هبتدي احتفظه بقى في التلاجة كده، او في الفريزر اسفه. والحبه اللي في الطبق هسيبهم في التلاجة كده جنب ايدي لحد ما يخلصوا. ما شاء الله اللهم بارك، عملوا كمية كويسة جدا. تعالوا بقى نعمل له الدقة بتاعته اللي هتخليه يطلع معاكي اجمل من فول المطاعم. هحتاج كده نص معلقة صغيرة من الثوم، وهعصر عليها ليمونة كاملة. بعد كده هنضيف عليها نص معلقة من الكمون. الكمون كمان مع الفول جميل جدا. هنضيف كمان شوية صغيرين من الملح. وهنضيف نص معلقة من البابريكا. وهبتدي اقلب بقى الدقة دي مع بعض كده. عايزه اقول لكم جميله جدا يا بنات، الدقه ديت ساعه ما تحطيها على الفول هتنقل الفول بتاعك لمكان تاني خالص. بجد هتحسي ان انت قاعده في افخم المطاعم بتاعه الفول والطعميه. هقلبها كده بقى شويه، وطبعا الحبه اللي انا عاملاهم دول عاملاهم على قد الفول اللي انا جاهزه. ومش هاخدهم كلهم برضو، انا هاخد على قد الاحتياج اللي انا عايزاه. بس كده قلبتهم مع بعض، وجبت بقى شويه من الفول اللي انا جهزته. وهنبتدي ناخد معلقه كده من الدقه ونقلب بيها الفول. اخدت معلقه كده وقلبتها على الفول، وزي ما قلت لكم بلاش نكتر علشان برضو ما تحدقش معانا قوي. بالمناسبه يا بنات نسيت اقول لكم، انا كنت عصرت نص ليمونه على الفول وهو بيستوي. عايزه اقول لكم برضو نص الليمونه دي ما يعني بتحافظ على الفول ان هو يسود برضو مننا. فبتفضل محتفظه بلون الفول فاتح. فانا ضفتها، ولكن هي ما جاتش في التصوير، الكاميرا كانت فصلت، فانا بقول لكم ان انا ضفتها يعني. بعد كده بقى جرنشت الطبق كده بشويه من الطحينه. ورشيت كده رشه من البابريكا. وجبت كده بقى خلة الشيش طاووق او الاسنان كده، بدأت ان انا اعمل بقى كده خطوط رايح جاي في الطحينة علشان تدينا كده شكل وردة. وبس كده يا بنات، ده بيكون شكل طبق الفول بتاعنا. سيبكم بقى من الشكل طبعا هيكون كده، كلنا متفقين ان طبق الفول بيكون شكله ده. ولكن بقى الطعم انا مش هقدر اتكلم عليه اكتر من كده. هسيبكم انتوا بقى تجربوا الطريقة، وهستنى تعليقاتكم وهستنى كمان ارائكم. وبس كده يا بنات، ده بيكون الفول بتاعنا. جربوه، ربنا يحسن ما بين ايديكم. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. ولو انت بقى وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، اتمنى طبعا تكوني مشتركه معايا في القناه. هكون سعيده جدا بوجودك معايا. وما تنسيش تحطي لايك للفيديو لو عجبك. وبشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.